بخبر جميل وسعيد وانتظرناه طويلا، بل القارة الآسيوية كلها انتظرت سقوط المنتخب الياباني الأفضل في القارة والأكثر حظا للقب، إلى أن جاء المنتخب العراقي حلال العقد ونجح في الفوز على منتخب اليابان 2-1 بعد عرض يقترب من المثالية في كرة القدم. قد يكون الاستحواذ أحيانا أقل أو أكثر، مش هي دي القضية. القضية أن أنت بتلعب ضد فريق رقميا حسابيا تاريخيا هو أحسن منك، ودي ميزة حاجة في الحياة اتعملت اسمها الاستراتيجية أو الخطة، سواء كانت بقى في الجيش، كانت في الكورة، كانت في المذاكرة. أنت عملت استراتيجية وقلت إزاي الأقل يكسب الأكثر أو الأكبر. إزاي أنا هلعب ضد واحد أقوى مني أطول مني وأنا أقدر أكسبه؟ هروح له منين؟ هدخل له منين؟ التكنيك بتاعي يكون ايه؟ هاجم عليه في الاول ولا اسيبه يستهلك؟ لا. الحاجات دي كلها، عشان كده بنقول كرة القدم هي جزء من طبيعة الحياة. وده اللي حصل مع كاساس المدرب الاسباني الحقيقة مع منتخب العراق. منتخب العراق لعب وفاجئ المنتخب الياباني بانه ضغط عليه من البداية وحط له راس حربة كلنا بنحترمه وبنقدره. كان موضوع نقاشنا ايمن حسين، ونجح ايمن ان يسجل هدفين. الكرات العرضية يبقى ايمن حسين، الكرات الطولية يعني الهجوم المرتد يعني ميمي مهند. هو فاجئ الكل وبدأ بدري. مش بس كده، ده مغير 5 لاعبين زي ما لوبيز مدرب قطر غير 5 لاعبين وكان الأحسن وأداؤه كان أحسن من الماتش اللي قبله وفاز. ده نفس الكلام. أعتقد أن اللي حصل ده يعني يدينا كده أن بعد 25 سنة اليابان لم تخسر في الدور الأول أبدا في كأس آسيا. جاءت العراق لتفوز على اليابان 2-1. كنا بنقول السعودية بتدافع عن لواء الكرة العربية في آسيا ك3 بطولات تاريخيا، ونادي الهلال نادي القرن وإلى آخره. فخلينا نقول إن العراق نجحت إنها تعيد لعرب آسيا الهيبة والقيمة الكبيرة. كانت بشرة خير اللي حصل بالأمس. تعالوا نشوف البشارة والمطرب علي جاسم أمام الميكروفون، زي ما اللاعب الناشئ علي جاسم متألق في الملعب. نعم، جت البشارة. في زمن من 17 سنة طلعت مني بصوت عالي: عفوا يا كل الأسود، إنه زمن يونس محمود. عندما سجل يونس محمود هدف الفوز بكأس آسيا برأسه في مرمى السعودية، ودارت الأيام بعد 17 سنة. نعم، دائما يا كل الأسود، حتى وهو إداري معاكم يونس محمود. يونس محمود في الاتحاد العراقي بنبارك له، بنبارك لعدنان درجال وكل فريق العمل، بنبارك للإدارة الفنية لكاساس لعمل الحقيقة أداء جميل. بنبارك للجمهور العراقي اللي هو بيعتبر من أهم وأفضل الجماهير حبا وترابطا وتشجيعا ومؤازرة لفريقه داخل أو خارج العراق. في كأس الخليج شفنا المتعة كانت في العراق عاملة ازاي. العصافير على الشجر كانت فرحانة بضيوف الخليج اللي جايين للعراق بعد غياب وفازوا باللقب. أيضا بالأمس أعتقد الدنيا كلها فرحانة بالعراق.